عشان تجيب فلوس من البرمجه فانا عاوزك تشغل مخك معايا في طرق كتير قوي. مش بس انك تشتغل في شركه او تشتغل فريلانس وتجيب منها فلوس، لا، البرمجه بحر تقدر تجيب منها فلوس من اي حد. انت بس لو شغلت دماغك شويه هتلاقي الدنيا متوسعه قدامك. بص، اول حاجه انت ممكن تعمل كورسات. ممكن تشرح كورسات في اكاديميه او تشرح كورسات اونلاين. بيبقى في ناس بيبقى عندها توبكس مش فاهماها فانت ممكن تشرحها. ممكن تساعد ناس ان هم يعملوا المشاريع التخرج بتاعتهم. في ناس وكتير ما بيبقوش عارفين يعملوا مشروع التخرج بتاعهم، انت ممكن تعمله له. الشغل في الشركات او الشغل الفريلانس ده طبعا كده كده حاجه اساسيه. فالفريلانس هنا جواه حاجات كتير. انت ممكن تعمل حاجه حلوه قوي في ناس كتيره جدا بتعملها، ان انت تشتغل سمسار. مش كلمه عيب خالص، انت ممكن تعمل حاجه حلوه جدا. ممكن تجيب حد ديفلوبر وممكن تجيب كلاينت فهو عايز يعمل ابلكيشن او عايز يعمل ويب سايت فمبيبقاش عارف يوصل للديفلوبر. فانت ممكن تبقى في النص وسيط وبتاخد الكوميشن بتاعك، والكوميشن بتاعك على فكره بيكون نسبه عاليه. ناس كتير بتعمل كده، انا عملت كده فتره من الفترات، فعشان كده انا جربت كل الطرق اللي انا قلت لك عليها وكلهم بيجيبوا فلوس. الفكره نفسها في تشغيل دماغك، مش ان انت تقعد تكتب كود وخلاص. ممكن لو مشروع كامل جالك انت هات التيم كله كباك اند وكموبايل وكل حاجه، وتاخد انت الفلوس كلها وانت توزع الفلوس كمرتبات مثلا الناس اللي هتشتغل معاك. فيعني في افكار كتير. انت اصلا ممكن تفتح شركه، ممكن تعمل تيم انت واصحابك، واحد يبقى شغال مثلا في الماركتنج والسيلز والحاجات دي كلها ويقدر ان هو يجيب شغل، وانتوا تشتغلوا انتوا مثلا كديفلوبمنت. فانت عندك كل الطرق وعندك كل السبل. الفكره نفسها انك تشغل دماغك.